الفوز ال 15 على التوالي موجود. توصل للنقطة 66 ويبقى بينك وبين الصدارة نقطتين مع ان المتصدر سبقك ب3 ماتشات موجود. تكسب المنافس الاساسي ليك رايح جاي بعد ما كان ما بيخسرش من شهر 2 برضه موجود. الاهلي يفوز على بيراميدز 1-0 في مباراة حاسمة في الدوري المصري علشان يبدأ يحط ايده على درع الدوري بعد ما كان كتير من الاهلاوية، وبصراحة انا كنت منهم، كان عندي شك كبير جدا الاهلي ممكن يكسب اللقب السنة دي. وقعدنا نفكر كاهلاوية كده ايه العوامل الحاسمة اللي خلت الاهلي يقدر يكمل في المنافسة دي ويكسب 15 ماتش متتالي في ظل الضغط الكبير جدا في الوقت والجهد وعدد الماتشات. هنلاقي ان في اساسيات لا غنى عنها. طبعا مارسيل كولر منهم، بس انا بالنسبه لي هو امام عاشور رقم 1 ووسام ابو علي رقم 2. لولا الاثنين دول من وجهه نظري الخاصه الاهلي كان صعب جدا يكمل في منافسه في الدوري ده، بل ويوصل انه يبقى على بعد خطوات قليله جدا من انه يكسبه. تحيه لوسام ابو علي وتحيه لامام عاشور، بشكرهم شكر خاص جدا. الاهلي لحد تقريبا الدقيقه 23 ما عملش هجمه حقيقيه على مرمى بيراميدز، بس الاهلي استغل، مش هنقول تراخي، ممكن نقول عدم توفيق الشيبي ان هو بيلعب كره بكعبه كده في وسط الملعب. رضا سليم قطع الكوره علشان توصل بعد كده لامام عاشور اللي تقدم بيها ولعبها ثرو باص ممتاز لوسام ابو علي اللي من غير ما يفكر كتير بقى عندنا مهاجم يا جماعه بيخلص من اول فرصه، مش محتاج يضيع كورتين وثلاثه اسهل من بعض علشان يسجل هدف. جات له ربع فرصه حطها بشماله في مرمى بيراميدز علشان يسجل هدف المباراه الوحيد، الهدف الحاسم اللي يقرب الاهلي كتير جدا من لقب الدوري. المباراه ما كانتش قويه على المستوى الفني لان طبيعي جدا مباراه حاسمه في الدوري هيكون فيها الكثير من الادرينالين والتدخلات والعنف وقليل من كره القدم، وده الحقيقه اللي احنا شفناه في المباراه. علشان نيجي بعد كده بقى للجزء الاكثر اثاره واللي هيعمل مشاكل كتير جدا وهو جزء التحكيم. انا فيديوهات قبل كده اتكلمت عن التحكيم وعملت مشاكل كبيره جدا، بس انا بصراحه هفضل اتكلم عن التحكيم وهقول رايي. يعني انا بقول رايي وبقول اللي يملي عليه ضميري. فانا شايف ان بيراميدز كان ليه ركله جزاء، التحام كريم فؤاد مع وليد الكارتي من وجهه نظري هو ركله جزاء لبيراميدز. طبعا ما هتقول لي سعيد ولا لا، الحكم ما حسبهاش، اكيد سعيد يعني، ما مش هكدب عليك. زي ما قلت لك وصريحتك ان انا شايف ان لقطه وليد الكارتي مع كريم فؤاد هي ركله جزاء لبيراميدز، وزي ما قلت قبل كده ان ضربه جزاء حسين الشحات امام بيراميدز من وجهه نظري هي ضربه جزاء صحيحه واتشتمت. وزي ما قلت ان هدف قفشه في مرمى فيوتشر لو كان وسام ابو علي لمس الكوره، لان الكلام الاكتر ان وسام ابو علي ما لمسهاش، بس بقول اهو لو وسام ابو علي كان لمس الكوره فانا بالنسبه لي كان هدف صحيح. فبرجع بقول النهارده ان ركله جزاء بيراميدز من وجهه نظري كانت تبقى ركله جزاء صحيحه. مش بقول كده علشان الحكم ما حسبهاش ولا عشان الاهلي كسب، لا انا بقول كده عشان انا مقتنع بكده فعلا. انا بقول رايي اللي شايفه واللي مقتنع بيه، ده لا فيه تعصب ولا فيه تيشيرت اهلي ولا فيه زمالك ولا فيه اي حاجه. وبالعكس لو في اي حاجه للزمالك فيها ضربه جزاء مثلا او فيها لقطه الزمالك ليه حق وما خدوش، انا هطلع اقول ان الزمالك ليه حق في اللقطه دي وما خدهاش. الموضوع بسيط جدا بالنسبه لي. يعني تدخل الشيبي على حسين الشحات بالنسبه لي هو طرد صحيح 100%، يستحق الطرد لان التدخل كان مؤذي. الرجل كانت مرفوعه، كانت قريبه جدا من الركبه، والرجل اصطدمت بشكل قاسي جدا في ساق حسين الشحات واسفل ركبته بمسافه بسيطه. وانا من رايي ان المباراه دي كانت صعبه نفسيا على حسين الشحات وصعبه نفسيا على الشيبي. تدخل الشيبي ده عشان ما يطلعش بره الكوره هو تدخل عنيف كرويا يستحق البطاقه الحمراء. ماليش دعوه بقى بالقصه بتاعتهم مع بعض علشان الكلام فيها لا يصح، لان الاثنين في مشاكل كتير بينهم. خلينا نتكلم في الكوره بس. بما اني بتكلم في الكوره بس فانا شايف ان تصرفات الشيبي بعد الطرد تصرفات عليها علامه استفهام كبيره جدا. انت اتطردت خلاص، بدل ما تطلع من الملعب ليه داخل تعمل مشكله جوه الملعب؟ دي حاجه بالنسبه لي غير مفهومه بصراحه. وعلشان ما حدش يقول بس الشيبي عشان مغربي ومش مغربي، احنا عندنا رضا سليم لاعب الاهلي مغربي، عندنا وليد الكارتي لاعب بيراميدز مغربي، وكلهم حبايبنا وكلهم فوق دماغنا. الكلام على الشيبي ملوش علاقه بجنسيته، الكلام على الشيبي ليه علاقه بكره القدم فقط. طبعا في الاخر كده كريم حافظ حاول يمسك دماغه في كوره ملهاش اي معنى داخل منطقه الجزاء في محاوله استجداء الحكم انه يحسب ضربه جزاء، وفي وجود فار برضه. يعني انا مش عارف ازاي يعني في ظل وجود فار يا كريم يا حافظ تحاول ان تفوز بضربه جزاء وتحاول ان يحتسب لك ضربه جزاء بهذه الطريقه بهذا اسلوب بهكذا سقوط يا رجل. يعني يا راجل حرام عليك. طبعا الماتش ده في نهايته كان فيه اكتر من فرصه للاهلي ممكن يسجلوا من خلالهم الهدف الثاني، ضاعوا باغرب الطرق الممكنه. كره قفشه اللي مش عارف كان عايز يروح باحمد الشناوي فين، الكهرباء اللي اتلعب له ثرو باص رائع من قفشه علشان يحطها في السماء وكان شيطها وحش جدا. يا كهرباء يا كهرباء ابوس رجلك وايدك يا كهرباء، فوق يا اخي بقى يا اخي، فوق يا اخي، مش كده فوق. نفسنا ترجع لمستواك بعد الايقاف. انت متخيل احنا وصلنا لايه؟ نفسنا ترجع لمستواك اللي رجعت بيه من الايقاف يا كهرباء، ابوس ايدك. انت بقى مستواك غريب جدا يا كهرباء، انت بقى مستواك اغرب من مودست. يعني انت متخيل انت وصلت لمرحله ايه؟ يبقى مستواك اغرب من مودست، دي حاجه ما حصلتش. مودست نفسه مش هيبقى مصدق.